أنت متأخر جدا يا بني، والدك قد رحل وكذلك فرصتك لتصليح هذا الأمر. وقف المتهم بجانب القبر المفتوح في المطر. ارتعش صوت الابن. لا بد أن يكون هناك طريقة لتصويب الأمر. بصق المتهم بالقرب من الحفرة. هو مدفون تحت شجرة البلوط تلك. اذهب الآن وابكي على أخطائك. قبل أن أخبركم بما حدث بعد ذلك سنساكن عن الهداء. إذا كنتم قد ندمتم يوما على إيذاء شخص تحببتموه فاضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في القناة. منذ سنوات وقف الابن الشاب صامتا في قاعة محكمة متوترة. ابتسم قائد المجتمع بسخرية وهو يحمل أوراقا. ابقى صامتا أو الحق به. اختار الابن الصمت. والده وهو شيخ مبجل سجن متهما زورا بالسرقة مطاردا بالشعور بالذنب. وجد الابن دفتر حسابات قديمة يكشف عن الأدلة المزورة للقائد. ركض متشبثا بالدليل قبل الكشوف عن خيار البطل. إذا كنت مستعدا للمخاطرة بكل شيء لإصلاح خطأ فادح فاكتب ذلك في تعليقات. انطلق راكضا عبر المطر. وصل إلى المقبرة بمجرد أن بدأ تابوت نزوله. أبي أنا آسف كنت مخطئا. استدار الحشد. اختفى الصندوق الخشبي في الأرض. انهار الابن والدموع تنهمر. مد يده في الحفرة. أسقط ساعة جيب والده المتوقفة على تربة بالأسفل. ظهرت صورة عابرة لوجه والده. همسة مغفرة صامتة ثم اختفت. بكى الابن عاجزا على حافة القبر.